كنت واقف حيران باصص لها وبسألها ايه اللي يخلي طفلة زيك تموت موتة زي دي؟ الهوا فتح الشباك، صوته صح جوايا إحساس كئيب زي كل ليالي الشتا الكئيبة. حسيت بشوية تعب فجبت كرسي وقعدت قدام جثة منار، بنت في عمر الزهور عمرها 17 سنة. وأول حاجة لفتت نظري هي وشها الشاحب، وكمان لاحظت إن مفيش في جسمها كدمة، مفيش خبطة، مفيش أي دليل عن هجوم خارجي. كانت زي اللي نايمة بالظبط، لكن عينيها كانت مفتوحة وفيها نظرة عمري ما هنساها، نظرة فزع مجمد، كأنها شافت الموت وهو جاي لها وما قدرتش تهرب منه. وزي ما انتوا عارفين شغلتي مش مجرد طبيب شرعي، لا، أنا في بيني وبين الجثة حوار، أنا أسألها وهي تجاوب. بس منار كانت من الجثث العنيدة، الجثث اللي كتمت سرها، وزي ما تكون قصدا إن محدش يعرف إيه حصل لها. أخدت المحضر وبدأت أشرب فنجان القهوة. معظم الناس بتقرأ وتكتب التقرير في مكتبها، إنما أنا لأ، بكتب على ترابيزة التشريح. أنا الوحيد اللي بشوف إن المشرحة أوضة تحقيق هادية تقدر تفصل فيها عن العالم الخارجي وتعيش مع الجثة اللي قدامك في عالم منفصل. المحضر كان بيقول إن سبب الوفاة توقف مفاجئ في عضلة القلب، بس أنا بخبرتي الطويلة في استجواب الجثث عارف إن المفاجئ دي غالبا بيبقى وراها المجهول. القلب مش بيقف فجأة كده من غير سبب قوي واضح، خصوصا في سنها ده. سحبت المشرط وبدأت التشريح الروتيني. باختصار كل حاجة كانت سليمة. أنا بقيت حيران، لو مفيش مرض ومفيش سن ومفيش ضربة يبقى إيه اللي حصل لها؟ بدأت أشتغل ببطء وتدقيق أكتر، بس تعبت فقررت إن أرتاح شوية وأكمل قراءة المحضر، وكمان أقرأ أقوال الشهود يمكن أوصل لأول الخيط. المحضر بيقول إن منار بنت هادية يتيمة عايشة مع أمها اللي بتشتغل في مصنع خياطة، وأوقات بتتأخر ومتعودة تسيب منار لوحدها في الشقة، وفي أغلب الأوقات بتقعد معاها بنت عمها أمنية. هما في سن بعض تقريبا وبيروحوا مع بعض المدرسة، ولما بيرجعوا كل واحدة بتطلع شقتها. منار كانت ساكنة في الدور الثالث وأمنية كانت في الدور الثاني. كل واحدة تاكل لقمة وتريح شوية، وبعد كده أمنية بتطلع تذاكر مع منار لحد ما مامتها بترجع من الشغل. وفي اليوم ده كانت الدنيا ساكتة، مفيش غير صوت المطر والرعد والبرق. وفجأة النور قطع وصوت صريخ أمنية شق السكوت وهي بتنادي على أمها وأبوها وبتقول الحقوني الحقوني منار بتموت. اتلموا الجيران وكل واحد شغل الكشافات وبدأوا يكسروا الباب عشان يشوفوا ايه اللي بيحصل جوه، لأن أمنية كانت بتصرخ وبتنادي، لكن وهي قافلة على نفسها أوضة نوم أم منار. أما منار كانت في أوضتها مرمية على الأرض ومفيش فيها أي نفس. هنا قلت لنفسي، لما أمنية كانت في أوضة غير أوضة منار عرفت منين إنها بتموت؟ طب ليه ما حاولتش تنقذها؟ ليه استخبت؟ يبقى كان في حاجة بتخوفهم ومسيطرة على تفكيرهم. وبدأت أكمل فحص وأنا بسأل منار وبقول لها إيه اللغز اللي مخبياه وليه مخبياه؟ وفجأة وأنا بفحص كف إيديها حسيت بحاجة ناشفة في كفها الشمال وكان مقفول بقوة، كأنها كانت بتتصرف بعقلها الباطن وبتحاول تخبي حاجة مهمة قبل ما تموت. فتحت الكف بالراحة ولقيتها بقايا شعر مسبوغ لونه بنفسجي غامق، وعرفت إنها كده بدأت تبعت زي رسالة سرية وإن هو ده أول الخيط. وقتها عرفت إن القضية دي مش هتبقى مجرد تقرير تشريح، دي هتبقى لغز بيحاول يهرب مني. اتصلت بصديقي رئيس المباحث وسألته عن حالة أمنية. قال لي إن البنت عندها انهيار عصبي من وقت الحادثة وفقدت النطق وفي غيبوبة تامة، لأن منار كانت متعلقة بيها جدا وكانت بمثابة أختها. طلبت منه أروح أزورها وأزور بيت منار، كنت محتاجة أعاين أوضتها. طلع علي الصبح وأنا ما نمتش، فضلت قاعد وأنا ماسك خصلة الشعر الصغيرة في إيدي
كانت زي نقطة البداية في خيط الغموض. كنت محتاج أفهم إيه الرابط بين الخصلة دي وموت منار المفاجئ، وكمان شكلها المفزع. طلبت من عم إبراهيم كوباية قهوة، كنت محتاجة أفوق، وغسلت وشي وشربت القهوة ورحت المستشفى عند أمنية بنت عم منار. والحسن حظي إنها ابتدت تفوق. كانت كل ما تفوق تصرخ باسم منار وهي بتقول لها احرقيها يا منار، احرقيها، وتعيط وترجع تنام تاني، لحد ما بدأت تهدى وبدأت أسألها إيه اللي حصل يومها. بس ما قالتش غير كلمة واحدة: إلا بوبو خلصت على منار. بصيت لصديقي وأنا مستغرب إيه إلا بوبو دي، لكن للأسف كانت راحت في غيبوبة تاني. أخدت صديقي ورحت بيت منار. قابلت أمها اللي كانت بتحاول تلملم نفسها، وكانت بتمسك دموعها في وسط الكلام. سألتها منار كان عندها فوبيا من حاجة معينة، من الضلمة مثلا، خصوصا إن وقت الحادثة كان النور قاطع، ووارد جدا البنات بتخاف من الضلمة في السن ده. الأم ردت وقالت بنتي طول عمرها هادية وعاقلة وبتصلي وعارفة ربنا، بس في الأيام الأخيرة وخصوصا بعد عيد ميلادها لاحظت إنها بتخس جامد، وتحت عينيها بقى أسود، وعلى طول قافلة على نفسها كأنها عايشة في عالم تاني. كنت أوقات بسمعها بتتكلم مع نفسها بالليل بصوت واطي، ولما كنت بدخل عليها ألاقيها نايمة وزي ما يكون بتحلم بكابوس. ولما صحيها واسألها مالك كانت تعيط يا نور عيني، وتقولي ما تسيبنيش يا ماما، أنا خايفة. كنت أخدها في حضني وأقرأ لها قرآن لحد ما تنام، وكنت بسأل أصحابي قالولي هاتلها شيء يقرأ عليها قرآن يمكن تكون محسودة، لكن ملحقتش. وبدأت أم منار تنهار. استأذنت ودخلت أوضة منار اللي كانت زي ما هي تقريبا من وقت الحادثة، بس لفت نظري عروسة صغيرة، عروسة شكلها مش أحسن حاجة، واللي لفت نظري إن شعرها نفس لون الشعر اللي كان في إيد منار. مسكت العروسة وسألت مامة منار عروسة مين دي؟ ردت بصوتها المخنوق بالعياط وقالت دي إلا بوبو بتاعت منار، كانت بتحبها جدا ومش بتسيبها من يوم ما جات لها في عيد ميلادها، حتى دي كانت بترميها في آخر أيامها. رنت الكلمة في ودني، يبقى السر في إلا بوبو. وطلبت أشوف أي حاجة تخصها وسط حاجاتها الشخصية. لقيت موبايلها، فتحته بسهولة لأن ما كانش عليه باسورد، وبمجرد ما دخلت على صفحة الفيسبوك وبدأت أبحث فيها لقيت إعلانات كتير لبيع اللعبة الغريبة دي، وكمان في طريق تسويق في بيعها مشوق جدا. يعني مثلا تختار رقم وتاخدها في صندوق مقفول وشكلها ولونها وسعرها يكونوا مفاجأة. وشفت إشعار من صفحة بتبيع اللعبة دي، بتبيعها بأسعار وهمية حرفيا، اسمها صندوق إلا بوبو المسحور. كانت بتبيع اللعبة ومعاها ورقة مكتوب عليها تعويذة سحرية بيسموها تميمة تحقيق الأمنيات. يعني اختار رقم، وكل ما زاد السعر زاد تأثير اللعبة. منار كانت عاملة شيل لصورة اللبوبو البنفسجي اللي طلبتها وجات لها في عيد ميلادها، وكاتبة تعليق يا رب اللبوبو يحقق أمنيتي. بدأت أبحث عن قصة اللعبة دي، وعرفت إن اللعبة بترجع لأسطورة سحرية، عشان كده بتتباع بمبالغ ضخمة جدا، وكل بلد ليها قصة وحكاية وبرضه ليها سعر، وانتشرت قوي بين الأطفال والمراهقين اليومين دول. في النقطة دي بدأت أربط الخيوط بين علوم الطب وعلم الاجتماع. أنا دكتور ومش بآمن بالخرافات، بس بآمن بالتأثير النفسي على الجسد. اللي بيحصل هنا مش سحر، ده علم نفسي إجرامي. وبدأت أبحث في محادثات منار مع الصفحة بعد ما دفعت الفلوس، والتعليمات كانت واضحة بس مرعبة. عشان اللعبة تنفذ الغرض المطلوب لازم انت كمان تنفذي الطلبات المكتوبة. أولها كانت العزلة التامة، سهر متواصل وممنوع النوم لأيام، تقعدي قدام المرايات بالساعات وتناجي اللعبة اللي هي اللبوبو، وتطلبي منها تنفذ أي طلب نفسك فيه
ولو أخليتي بالشروط يبقى تتحملي اللي هيحصل لك. منار بدأت تحس إن اللعبة بوخت، وإنها بدأت تخاف منها وتحلم إنها بتموتها. البنت كانت عايشة في جحيم نفسي مفتعل. حرمان النوم ده لوحده كفيل إنه يعمل هلاوس سمعية وبصرية، وكمان يعمل ضغط عصبي رهيب. الخوف والقلق والإحساس بالذنب كل ده بيضغط على قلبها زي قبضة إيد من حديد. منار بعتت رسالة للصفحة وطلبت منهم إنهم ياخدوها عشان بقت تخاف منها. ردوا عليها وقالوا لها انت كده أصابتك لعنة اللبوبو، وعشان نخلصك منها لازم تدفعي، وطلبوا منها مبلغ كبير وإلا اللعنة هتخلص عليها أو على أي حد من حبايبها. وعشان منار ما كانش معاها المبلغ المطلوب، الرسالة كان بمثابة صدمة كهربائية لجهازها العصبي. الخوف وصل لدرجة الرعب المميت، ولسوء حظها النور قطع، ومنار بدأت تصرخ وتنادي أمنية اللي خافت من غير تفكير، وجريت دخلت أوضة وقفلت على نفسها وهي بتنادي اللي ينقذهم من لعنة اللبوبو. وكان توقف القلب المفاجئ نتيجة جسمه منهار نفسيا وعصبيا. أنا هنا ما كنتش قدام حالة وفاة طبيعية، أنا كنت قدام جريمة بشعة مع سبق الإصرار والترصد. بس السلاح كان الخوف والابتزاز الإلكتروني. أخدت اللعبة وأخدت سكرين بالمحادثات، وكتبت التشخيص النهائي اللي وصلت له: توقف القلب نتيجة للضغط النفسي حاد، وجريمة ابتزاز نفسي منظمة. كانت أول مرة تحصل في تطور الجريمة الرهيب. صفحة تستغل ضعف الناس نفسيا وتسرقهم، ولما الضحية بتوصل لمرحلة الخطر بيستغلوا خرافات اللبوبو عشان يبتزوهم وينهبوا أموالهم، وإلا هيهددوا حياتهم بالرعب وخرافة السحر. صديق رئيس المباحث عمل كمين إلكتروني. أنا عملت نفسي ضحية جديدة وطلبت اللعبة وردوا عليا، والحمد لله الشرطة عرفت توصل لهم واقتحمت الشقة. كانت الصدمة إن اللي بيدير الصفحة واللعبة دي مش دجال عجوز أبدا، دول بنتين صغيرين لابسين عادي جدا وقاعدين قدام شاشات وبيستخدموا التكنولوجيا بطريقة غلط، بيسرقوا بيها الناس وبيدسوا الخوف والرعب بالخرافات. والغريبة إن معاهم ملفات بيانات ضخمة للضحايا وعلب شحن لعب أشكال وألوان لضحايا جدد. واحدة منهم بصت لي ببرود وقالت: إحنا ما دمرناش حد، إحنا بعنا لهم اللي هم عايزينه، وهم اللي اختاروا نهاية اللعبة. رديت عليها بصوت حاسم وقلت لها: لأ، انتوا اللي رسمتوا نهاية اللعبة دي، انتوا استخدمتوا جهل الناس بالطب وعلم النفس عشان تحققوا فلوس بالنصب والخرافات. انتوا متهمين بجريمة قذرة، جريمة سلاحها كانت الوهم وخوف راح ضحيته طفلة بريئة. رجعت المشرحة ورجعت أتكلم منار، وأنا بقول لها: حقك رجع يا منار. حسيتها ارتاحت وسلمت نفسها ليا بكل هدوء، وخلصت التقرير وطلعت تصريح الدفن، وقررت أرجع البيت لأن كان نفسي أنام، وقررت أكتب قصة النهاردة في يومياتي، لأني حسيت إن منار مش مجرد قصة في التقرير، هي بقت درس ليا وليكم عشان نخلي بالنا من ولادنا ومن ميولهم ومن أي تغيير يجد عليهم. وجيت أحكي لكم وأقول لكم إن المشرحة بتعلمنا إن الجريمة مش دايما سكين أو رصاص، أوقات بتكون كلمة أو فكرة أو صفحة على الإنترنت بتستغل هشاشة الناس وصغر سن الولاد. وإحنا دورنا كدكاترة مش بس نعالج الجسد، لكن كمان نحاول نفهم الأمراض الاجتماعية اللي بتنهي الروح قبل الجسد. لغز منار اتقفل، بس الحقيقة اللي اكتشفتها في كفها المقبوض لسه بتنور في ذهني. الخوف هو أفتك سم ممكن يدخل جسم الإنسان. ودلوقتي عايزة أقول لكم، التكنولوجيا لسه ما بياخدش فلوسكم، بس بياخد أهم حاجة عندكم: أمان عقل ولادكم. احضنوا ولادكم بقوتكم مش بفلوسكم. خلوكم دايما بينهم وبين الشاشات اللي ممكن تحولهم لضحايا. مش لازم تبقى خبير تكنولوجيا، لكن لازم تبقى خبير في قلب ابنك أو بنتك عشان ما يدوروش على الأمان في مكان تاني، أو يدوروا عليه على صفحات الإنترنت.